هل الGPA أو التقدير مهم في الشغل؟ أنا متخرّج بGPA 3.94 بامتياز، ما كنتش باعمل حاجة في حياتي خالص غير إن أنا باذاكر، وكنت فاكر على مدار ال5 سنين بتوعي في الكلية إن أنا لمّا هاروح تدريب أو هاروح إن أنا أقدّم على شغل إن أنا رقم 1 هاتسأل عليه هو موضوع التقدير، أنت جايب تقدير إيه؟ أنت خريج جامعة إيه؟ الGPA بتاعك كام؟ فاتصدمت إن أنا بعد ما كنت في semesters باجيب فيها GPA 4 من 4 وجبت 100% فيها، واتخرجت الأول على الدفعة ورايح أقدّم في الشغل أو في كذا شغلانة أو في كذا تدريب حتى لمّا كنت في أثناء فترة الكلية، ما حدش خالص بيسألني على الGPA بتاعي كام. طب أبادر أنا إن أنا أقول لحد ما مرّة اتقال لي أنا موضوع الGPA أو موضوع التقدير ده ليك أنت. طب يهمني إيه أو يهمه هو إيه لو أنا رايح أشتغل في المكان ده؟ أنا باعرف أعمل إيه. say إن أنا رايح شركة سوفت وير أو رايح أشتغل في موضوع العقارات، بيع لي دي الحاجة دي تعرف تبيعها لي؟ طب أنت متخرج بامتياز أو متخرج بجيد، أنت طريقتك إيه؟ أنا ممكن تكون بامتياز متخرج بامتياز بقول لك بيع لي دي ومش عارف إن أنت تبيعها لي أو طريقتك مش كويسة. طب أنا استفدت إيه كصاحب مكان أو كصاحب شركة أو حد محتاج يعمل upgrade لتيم فمحتاج إن هو يهير حد أنا أو غيري؟ هي الفكرة أنت هتضيف إيه للمكان اللي أنت رايحه. عشان كده أنا كانت الناس بتضحك عليا زمان أما كنت بسأل عن موضوع التقدير يقول التقدير مهم ولازم، ممكن تجيب التقدير ده لنفسك ليك أنت، لكن مش عشان تشتغل بيه، مش هتشتغل بيه. مهم أو لطيف، خلينا نقول لطيف مش مهم، لطيف إن أنت تقول أنا متخرج بامتياز وباعرف أعمل كذا، لكن متخرج بامتياز لكن ما باعرفش أعمل كذا، لكن متخرج بامتياز لكن أنا مش شاطر في إن أنا أعرف أبيع، مش شاطر في الحاجة اللي أنا رايح أشتغل فيها، مش شاطر في الحاجة اللي أنا نفسي أشتغل فيها، ده ما يشغلنيش وده مش كافي. فأنا رقم 1 كورساتك وبتعرف تعمل إيه، رقم 2 شخصيتك، رقم 3 الإنجليش أو اللغة مهمة جدا، رقم 4 ممكن التقدير، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة معاك الأربعة بترتيبهم كده. فده اللي انا كنت عايز اقوله، لان انا كان زمان زي ما قلت بيضحك عليا موضوع ان التقدير مهم 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 مهم. لا الكلام ده مش صحيح تماما.